السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي هقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، التطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سبوت هيرو فايند باركينج. التطبيق ده مساحته 23 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بالباركينج، يعني ما بتدور على مكان جراج للعربية. لو انت رايح بعربيتك مشوار، لو انت مسافر وعايز تروح بعربيتك لحد المطار وعايز تشوف جراج قريب من المطار عشان تحط فيه العربية. مسافر وراجع تاني، يعني مش مسافر ومطول. اي حاجة من الحاجات دي. لو انت يعني في شغل، لو انت رايح بعربيتك اي مشوار، رايح تعمل شوبينج، اي حاجة من الحاجات دي. اكيد بتحتاج ان انت تركن عربيتك في جراج علشان ما يحصلهاش ان هي مثلا تبقى راكنة في مكان ممنوع، فيحصل لها ان هي آه، يحصل لها انها تتكلبش او تدفع غرامة للشرطة او كده. فالتطبيق ده بيعرفك اقرب جراج ليك، كمان بيعرفك كل الجراشات اللي حواليك، بيقارن لك الاسعار بين كل الجراشات، يعني كل جراج على حسب الميزات اللي فيه، اليوم فيه بكام، الساعة فيه بكام، الحاجات دي كلها. فطبعا لو زي ما قلنا كده، لو انت برضو مسافر ورايح بعربيتك المطار وعايز تركن عربيتك في الجراج مثلا لمدة يومين ثلاثة، علشان بعد ما ترجع من السفر بتاعك تلاقي عربيتك على طول تقدر تتحرك بيها. فبيعرفك كل الجراجات القريبة من المطارات والحاجات دي كلها، وبيعرفك برضو كل الأسعار. طبعا احنا التطبيق ده مش تطبيق مصري ولا تطبيق عربي، التطبيق ده خاص بالولايات المتحدة الأمريكية، جميع المدن فيها بقى: نيويورك، واشنطن، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، كل المدن أو كل الولايات اللي فيها. بس كده، ده يعتبر أبسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق لا تدوس لايك للفيديو، لو عجبك شرح التطبيق وانا رسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة أو عيب للتطبيق في تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.